والله احنا ضمن صلاحيات المخولة ان توجهنا للموقع بناء على توجيهات عطوف محافظ الخليل بعد عملية البحث والتحري من اخواننا في الضبط الجمركي والامن الوقائي. توجهنا للموقع، تفاجأنا بوجود كمية لا بأس بها من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مواد غذائية مشكلة متراكمة فوق بعض في ظروف تخزين برضه سيئة جدا. هي مواد غذائية مشكلة من بقوليات، معكرونة، أرز، حمص، عدس، حليب أطفال، مواد غذائية يعني كثيرة ومشكلة يعني أكثر من صنف. احنا امبارح هذه جاي بالليل يعني بعد العشاء، ما معنى علم. ففي واحد محاول يسوق علبة حليب، من خلالها انكشف، اتصل فينا، اتصلنا فورا على السلام العام في مدينة الخليل، وكانوا بالسرعة الفائقة وصلونا. يعني هذه البضاعة بنقدر نقول لها من 8 ل10 ساعات فقط موجود في هذه المحلات. احنا في دير سامت لا ولن نسمح لأي شخص من مكان يكون يحاول يعمل يعني شرخ في اقتصاد هذه البلد. وانت تدعو المواطنين لليقظة. بدع المواطنين لليقظة، وخاصة في هذه الأيام، لأنه في بضائع كثيرة رجعت من غزة ومش عارفين يصرفوها، بدل ما يكبوها على مكبات النفايات قاعدين بيوزعوا فيها في بعض القرى النائية، فكرهم يملصوا. وأنا إن شاء الله منظل حريصين، وقسم الصحة عندي حريص وبفر ليل نهار 24 ساعة، وأي واحد بنمسك عنده مثل هذه البضائع الفاسدة راح يحاسب.